ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. لو اول مره بتشوفي القناه بتمنى منك انك تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. متبخليش عليا بلايك للفيديو وتسيبي لي كومنت حلو زيك بقى. ويا ريت تعملي مشاركه مع اصحابك على الفيسبوك عشان القناه توصل اكتر عدد من الناس ونكبر القناه شويه. بصوا بقى فيديو النهارده زي ما انتم شايفين كده من المقدمه ان هو روتين. هنعمل روتين حلو جدا مع بعض النهارده ان شاء الله، يا رب تستفادوا منه لو حاجه صغيره وتقومي تشجعي كده وقومي من تحت البطانيه. وتعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه النهارده. مبدئيا كده فطرنا الحمد لله. هبتدي بقى ان انا انضف الاوضه ديت. مش تنظيف من الاعماق ولا حاجه عشان انا كنت لسه عاملاها اول امبارح وكنساها ومسحها وكده، بس حبيت ان انا اغير النهارده الدفايات. واحط دفايات جديده يعني. فتحت الشبابيك كده بقى وابتديت ان انا انفض ايه الركنه مطرح ما كنا قاعدين. احنا تقريبا يعني قعدتنا كلها في الاوضه ديت، فاكتر اوضه فيها دهس كتير يعني. تمام. بس يعني ايه، هي ما فيهاش حاجه خالص، بسيطه جدا. انا مش بحب اكركب فيها الاوضه دي كتير لان هي زي ما انتم شايفين هي اوضه استقبال ضيوف. آه يا سلام يا سلام على صوت البط. عايزه اقول لكم ان انا بعمل لكم مونتاج تاني يوم فوق السطح طب استنى استنى، مش عارفه سامعين صوت البطه ولا لا. هو عامة مش من عندي يعني، من عند الجيران، بس مش هنقدر نتكلم. استني بس خلص المونتاج وبعد كده نشوف عايزة ايه. الله. تمام. زي ما انتم شايفين كده غيرت الملايات بس. فصلت يعني الفيديو عشان مش عارفه ان انا اوطي او اطلع السرير قدامكم وكده فايه. قلت يلا خلصت كده الاوضه دي هديها بس كنسه، مش هشيل اي حاجه فرش ولا حاجه لان انا زي ما بقول لكم اول امبارح شايل الفرش وكنسه ومسحه يعني، فايه هديها كنسه من على الوش كده وخلاص. يلا بقى كده تمام، خلصنا اول اوضه. تعالوا نشوف بقى نعمل ايه. الاوضه التانية هقفل بقى الشبابيك عشان التراب كده، لان انا على شارع وكله تقريبا تراب الشارع داخلي انا يعني. فيا دوبك بس حاجه بسيطه كده رباعيه كده وبقفل الدنيا يعني ايه، مش بحب ان انا اسيب الشبابيك متفتحه كتير عشان التراب ما يخشيش كده. تمام. تعالوا نشوف بقى نعمل ايه في الاوضه التانية. الاوضه التانية بصراحه ما كان بقالي حوالي 4-5 ايام ما شلتش ولا كنست ولا مسحت فيها، فقلت يلا بالمره بقى اتشجع بما ان الغساله هتشتغل على الدفايات، فألم فرش الدفايات دي بالمره واكنس الاوضه وامسحها. تمام. قلت اشغل حاجه كده اسمعها وانا بشتغل يعني تسليني يعني. علقت كده اللبس اللي كنت خارجه بيه وهلم بقى الهدوم في السله كده. اشوف بقى الفاط مش نضيفه. لبس توماس كنت لسه مغيره له، كنا لسه جايين من عند الدكتور امبارح وخلعين له ضرسه وتعبان جدا، فدعواكم ليه بقى. فكان يعني ما كنتش عارفه ان انا بصراحه ان انا اسيبه. كنت عايزه اشتغل الشغل ده من بالليل، بس بصراحه ما قدرتش انا اسيبه. كان مقرف جدا ووجع الضروس صعب جدا يعني زي ما انتوا عارفين. فاجلت كل الشغل تاني يوم بصراحه يعني، على قد ما قدرت اشتغلت وتاني يوم ابتديت معاكم الروتين دوت. هبتدي بقى ان انفض المراتب كده وهفرش. انا في الصيف تقريبا بنغير يوم ويوم الملايات. في الشتاء يعني الدفايات بسيبها شويه، ممكن تقعد 4 ايام، ممكن اسبوع لو الاوضه ما فيهاش دهس كتير او مش بننام فيها. وبغير الملايات الدفايات دي ودي السريرين، ولو في حاجه معاهم الخداديات المخدات يعني، وبشغل عليهم حط. طبقت البطانيه كده وبعد كده ايه هلبس كيس المخده بقى واشوف هنعمل ايه تاني. يا ريت بقى لو وصلت لغايه يا دي البطه. استني لما نخلص الفيديو. الله، ده عامله معاني من العين. خلاص بقى ايه احنا كنا بنقول ايه. لو وصلتي بقى لغايه هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للبطه. تمام. حطي لايك للبطه. هلم بقى الدفايات كده وبعد كده ايه هلم السجاد وهلم المشايه.
هنا كنت حبيت ان انا اطلع اكل كده، فافتكرت ان انا كان عندي كبد وقوانص من الفراخ بتاعه العيد، فجمعتهم كده في كيس وقلت ايه هطبخ بيهم الطبخه يعني. فطلعتها كده عشان تفك، وبعد كده ايه ان شاء الله هعملها ممكن في فيديو منفصل، عشان الفيديو ده هحس ان انا هو ايه هيطول عليكم يعني. لميت كده السجاده ولميت المشايه وطلعت نفضتهم في الشارع، وبعد كده سبتهم في الصاله لغايه ما اكنس وامسح. بصوا التراب بقى، يعني هي عفرة بسيطة بس تحس ان هي كتير. يلا بقى لايك وشير بقى للفيديو ولو وصلت لغاية هنا. هو انا عندي البيت مساحته صغيرة جدا زي ما انتم شايفين، اوضتين وصالة، فسريع سريع بيتنضف، مش مفيهوش شغل كتير يعني. يلا كنست كده الصالة وطلعت على بره، هكنسها برضو معاكم. وهطبق الهدوم واحطها في الغسالة دي، بس الأوضة دي مسحة كده في السريع. طبعا مش هزروت ميه ولا حاجه، الجو ساقع جدا والدنيا مرصرصه، فيعني ايه اللي هو مسح من على الوش بقى. تمام، مش هنشيل ولا نحط بقى زي كل مره، لا يعني ايه شغل كده من على الوش، عشان الجو ساقع جدا ومش عايزه ايه اسيب البلاط اكتر من كده. دوك بس شغلت عليه المروحه نص ساعه وفرشت السجاد وخلصت الاوضه. قلت احط الشاحن بقى بدل ما يفصل مني، وانا بحب ايه اسمع حاجه وانا شغاله يعني بتسليني وكده. قولوا لي بقى ايه نوعية الفيديوهات اللي انتوا بتحبوني اكتر حاجة ان انا بعملها في القناة، واكتبوا لي في التعليقات عشان اكتر منها في الايام الجاية. تمام، خلصت كده ونشفت الارض وكله تمام. هبتدي ان انا افرش بقى المشاية والسجادة كده وايه، وكده خلاص الاوضة دي خلصت. نخش بقى ايه نشوف الصالة، هننضفها برضو مع بعض ونكنس ونمسح ونطبق الغسيل. والصراحه طبعا مفيهاش شغل كتير، لان هي يا دوبك بس حاطه فيها الغساله وحاطه فيها التلاجة، ما فيهاش كركبه يعني ولا فيها شغل كتير ايه اشتغله. خدت بقى تليفوني كده وطلعت بره على الصاله. هطبق بقى الدفايات الثانيه بطه. طبق الدفايات كده عشان تشيل الغساله، هي تقريبا خدت الدفايتين بالمخدات بس، فما حبيتش اكتر عليها عشان ما تبقاش ايه تقيله، ويعني تاخد راحتها في الغسيل وتبقى ايه تطلع الغسيل نضيف. ما حبيتش ان انا اكبسها قوي يعني. حطيت كمان فوطه معاهم، وهسيب بقى اكمل على دور مثلا الغيارات اللي انا لابساها. وبعد ما اخلص اللي يا دوبك هي العبايه دي بتاخد الغساله تقريبا يعني فوطه تقيله جدا، فبتاخد ايه آه، مساحه كبيره في الغساله. فقلت يعني بعد ما اخلص واغير كده ابقى ايه اخدها ايه احطهم حطه تانية، الم عليهم حاجه يعني الفوط بتاعه الحمام ولا حاجه. خلصت كده وحطيت المسحوق وحطيت الكلوركس الالوان عشان الدفايات، وايه سبتها شغاله بقى. هبتدي بقى ان انا انضف الصاله، هكنسها وهمسحها. شلت كده الحصيره مثلا. بصوا انا للامانه انا ما بحبش ان انا افرش سجاد، لان انا بيتي على شارع مني للشارع على طول، يعني هي درجه واحده بس وبطلع البيت فما فيش مدخل. فبصراحه بتعب جدا من شيل السجاد، وان انا اشيل انا ممكن الصاله تتكنس 3 4 مرات في اليوم بسبب التراب اللي جايلي من الشارع. فبستسهل يعني وافرش حصر، فاللي عاجبه عاجبه بقى واللي مش عاجبه بقى ايه يعني كل واحد وحريته. تمام، يمكن هي اوضه نوم ساعات بفرش الاوضه اللي جوه، بس بصراحه برضو المدرسين بتاع التماس كده بتخش بالجزم، فمش ينفع اقول لهم لا وانتوا داخلين اقلعوا الجزم، فايه بستسهل بقول يلا مش مشكله وبعدين عادي يعني. الحصرة برضو خفيفة في الفرش وكده. هاتي برضو مسحة سريعة كده من غير مزروعة مية برضو عشان الجو ساقع جدا. فايه
همشي اليوم النهارده، ولو الجو اتظبط يعني اليوم اللي انا بسجل لكم فيه فوق السطح دوت الجو حلو جدا، الشمس طالعه حلو جدا، فقلت ايه يا ريتني اجلت التنفيضه ايه اليوم تاني يعني، بس يلا كده كده البيت مش بتخلص شغل. هستنى برضو ايه الصلاة كده تنشف وبعد كده افرش. دخلنا على المطبخ بقى مفيش شغل كتير. إيه كل الحاجات دي بتاعت الفطار، ودي الكبدة هطلعها ايه معاكم يعني، وهعملها في فيديو تاني عشان ما يطولش عليكم. هنا كنت يعني مش مفصصة يعني كام راس توم كده، فقلت ايه عايزة افرمهم في الكبة، وبعدين ايه قلت هحط فيهم شوية مية يسهلوا لي يعني عشان انا بقشرها. نسيت اخد بقى علاجي بعد ما فطرت كده، فقلت ايه يلا اخد العلاج واشوف المطبخ بقى ايه الحاجات اللي ناقصة فيه هو مفيهوش حاجة. بصوا التلات حلل دول من بالليل يعني، جيت اغسل مواعين بالليل. بص دي بقى ايه بطاطس بالفراخ كنت عاملاها، وهنا كان تعصيجة فراخ كنا عاملين توماس كان نفسه ياكل بيتزا فعملت له كده. الحاجات دي سابها من بالليل لاني ما قدرتش اغسلها. الولد كل ما اقوم من جنبه يعني ايه لا عايز حد قاعد مقرف بمعنى اصح يعني، عشان خالع ضرسه وكده، فقلت ايه اسيبهم لبكره ويعني مش هتفرق يعني. جيت بقى الكاتل برضو ما كانش عاجبني شكله خالص، فاديته كده شوية خل مع شوية ملح شوية مية، وعصرت كده ليمونة وهديله غلوة كده، وبعد كده ايه اغسله كويس. وهنا طلعت الكبدة اللي هعملها معاكم في فيديو تاني لوحده. هزودها كده شوية مية بس عشان ايه